السلام عليكم، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ في فيديو النهارده هعرفكم على مكان ممكن تشتري منه كل طلبات البيت وكمان بأقل سعر. وهقول لكم على كم ملحوظة تخلوا بالكم منها وانتوا بتشتروا. المكان كبير ومليان منتجات عليها خصومات. انا ما صورتش طبعا كل المنتجات لانها كتير جدا فهتكون محتاجة فيديو طويل قوي. انا صورت معظمها لكن برضو في منتجات اكتر من كده بكتير. زي ما انتوا شايفين المجمدات كلها عليها خصومات، وكمان الخضروات والفواكه، المكرونة، كل ما تتخيليه بقى، الزيت، حاجات كتير جدا جدا عليها خصومات. هتشوفوا معايا بعضها. هنبدأ كده بالأول بالشوكولاتات. الأسعار أنا مصورة لكم اسم الشوكولاتة والسعر بتاعها. أهم حاجة لازم تخلوا بالكم منها وانتوا بتشتروا تاريخ الانتهاء. هما بيكتبوا على كل منتج سعره، وتحت السعر بيكتبوا تاريخ الانتهاء للمنتج ده. ودي أهم حاجة لازم تخلوا بالكم منها وانتوا بتشتروا أي حاجة عامة. هنا السعر مش باين قوي. البسكوت ده الحجم الصغير منه ب75 فلس، والحجم الكبير بدرهم. كيس التويكس ب3 درهم، يعني هو ب2 درهم 99 فلس، يعني في حدود 3 درهم. والنوتيلا الصغير ب3 درهم ونص. والملكي في منها سادة وفي منها محشي. أما البلح بالشوكولاتة ده ب10 درهم. النسكويك بدرهم، ده بسكوت ويفر طعمه حلو، الواحد بدرهم. طبعا المنتجات كتير جدا فمش هفضل اقول لكم الاسعار لان انا مصوركم كل منتج بالسعر بتاعه واظن ان هي واضحه. لكن اهم حاجه حابه الفت نظركم ليها هي تاريخ الانتهاء. في بعض المنتجات تاريخ الصلاحيه بتاعتها قرب ينتهي، فعشان كده عاملين عليها تخفيضات، وهم مهتمين انهم يكتبوا تاريخ الانتهاء لكل منتج على ورقه السعر. ليه بقول لكم تهتموا بتاريخ الانتهاء؟ ده لو انتوا حابين تخزنوا كمية مثلا فلازم تهتموا بتاريخ الانتهاء. في بعض المنتجات الانتهاء بتاعها قريب، مثلا فاضل لها شهر، فاضل لها شهرين او 3 شهور مثلا. في منتجات تانية لا، ممكن لسه فاضل لها سنة على الانتهاء بتاعها. فعشان كده لو انتوا حابين تخزنوا فلازم تهتموا بتاريخ الانتاج. يعني ما ينفعش مثلا في حاجة فاضل لها شهر بس وتنتهي اجيب منها كمية كبيرة تكفيني 3 4 شهور قدام، فده ما ينفعش. ومش كل المنتجات اللي نازلة في التخفيضات علشان تاريخ الصلاحية بتاعها قرب ينتهي. في منتجات لسه قدامها 6 شهور، وفي منتجات 4 شهور، وفي منتجات ممكن قدامها سنة على تاريخ الصلاحية بتاعها. فكرة التخفيضات مش كلها منتجات علشان صلاحيتها قربت تنتهي. التخفيضات نفسها هي نظام تسويق. يعني ممكن تكون شركة منزلة منتج جديد فبتنزله الأول بتخفيضات معينة علشان معظم الناس تجربه مثلا. أو ممكن في كمية مخزون أو ستور كبير يعني والشركة عايزة تتخلص منه، فبتنزله في التخفيضات. فما تفتكروش ان المكان عامل عروض على كل الحاجات اللي قربت تنتهي صلاحيتها. لا خالص، زي ما قلت لكم في حاجات انتاج حديث وفي حاجات لسه قدامها فترة صلاحية طويلة. انا فضلت اتكلم ونسيت اقول لكم على المكان ده يا جماعه في عجمان، وهو اسواق الامارات. اكيد معظمنا عارفه. للي ما يعرفوش المكان ده موجود في عجمان، ومعظم الوقت بيعمل تخفيضات. يعني على طول الشهر يعتبر عنده تخفيضات، بس المنتجات بتتغير. يعني المنتج اللي بيخلص من عنده بيحط مكانه منتج تاني. والمحل مش كله قائم على التخفيضات، يعني هو عامل جزء كبير جدا، مخصص جزء كبير جدا من المحل للتخفيضات. وفي عنده برضو الحاجات العادية بأسعار عادية، عنده ده وعنده ده. أسواق الإمارات للي ما يعرفوش هو مكان فيه منتجات كتير قوي. يعني هو مش مخصص لبيع المنتجات الغذائية بس، لا هو كمان عنده ملابس، عنده سجاد، عنده أدوات مطبخ، أدوات مدرسية، أدوات الحديقة، أدوات الشوي بقى والكراسي والحاجات دي. المكان فعلا كبير جدا وعنده حاجات كتير قوي بيبيعها. والخضار والفواكه بتاعته برضو حلوة ومعظم الوقت بتكون صبحة. صورت لكم جولة في المكان بس اهتميت أكتر بالعروض. بس طبعا برضو ما صورتش كل العروض لأن العروض كتيرة جدا وعلى كل حاجة. يعني في عروض على الخضار، في عروض على أدوات المطبخ، في عروض على البلاستيكات، في حاجات كتير. فأنا اللي قدرت أصوره صورت شوية منهم. انتوا لو رحتوا المكان ده أكيد هتلاقوا كل طلباتكم هناك. كمان المية اللي بيبيعها هناك أرخص من أي مكان تاني هتجيبوها منه. معظم المنتجات سعرها أقل من أي مكان برا. كنت بروح الأول أسواق الإمارات علشان أشتري بن أبو عوف، لأني لفيت عليه في أكتر من مكان ما لقيتوش. فلقيت بن أبو عوف موجود في أسواق الإمارات لأن ده نوع البن اللي أنا بفضله. فكنت بروح على قد اللي أنا أجيب البن وخلاص. لكن مرة في مرة كده بدأت ألف في المحل، لقيته على طول بيعمل سيل. يعني هو السيل ده مش موجود دلوقتي بس، او التخفيضات دي موجودة دلوقتي بس، لا هو موجود معظم الوقت. يعني المنتج اللي بيخلص
بيحطوا مكانه على طول منتج تاني، فمعظم الوقت عنده تخفيضات، طول الشهر عنده تخفيضات. ولاحظت حاجة، يعني التخفيضات أو السلع بتكون عنده كتيرة أو المنتجات بتكون عنده كتيرة في الفترة اللي هي من آخر الشهر لغاية أول الشهر، يعني زي الفترة اللي احنا فيها دلوقتي هتلاقوا عنده منتجات كتيرة. المنتج اللي بيخلص ممكن مش يعرف يجيبه تاني، بيحط بقى مكانه منتج تاني خالص. في نص الشهر ممكن تكون المنتجات عنده قليلة شوية، يعني عنده تخفيضات وعنده منتجات وكل حاجة، بس مش زي الفترة اللي هي في آخر الشهر كده، يعني آخر 5 6 أيام من الشهر مع بداية الشهر الجديد بيبقى عنده منتجات كتير. ممكن حد يسأل أنا ممكن أشتري كام علبة من المنتجات دي؟ العدد عادي، العدد مفتوح، لكن في بعض المنتجات هو بيكتب ورقة كده ملحوظة إن لكل فرد مثلا علبتين أو 3 علب، علشان أكبر كمية من الناس تستفاد من العرض ده. وفي أماكن كتير بتعمل نفس الفكرة، يعني لما بيكون عندهم تخفيضات على منتج معين وعارفين إن المنتج ده عليه طلب أو معظم الناس بتستخدمه، فبيكونوا كاتبين ورقة إن كل فرد ليه عبوتين مثلا من العرض ده، وده عشان معظم الناس تستفاد. لأن لو سابوها مفتوحة ممكن حد يدخل مثلا يشيل 20 علبة وده 30 علبة مش عارفة ايه، فتلاقوا العرض خلص ومش كل الناس استفادت منه. هو كان كاتب على منتج واحد أو منتجين تقريبا ورقة إن لكل فرد ليه عرضين من المنتج ده، يعني ليه إن هو ياخد عرضين بس من المنتج ده علشان أكبر كمية من الناس تستفاد. زي ما قلت لكم تقريبا كان على عرض الديتول، والديتول العرض بتاعه خلص. زي ما قلت لكم في منتجات لما بتخلص بيحط مكانها منتجات تانية، وفي منتجات لما بتقل شوية بيكون عنده ستور كبير فبيطلع وبيحط تاني على حسب المخزون اللي عنده او الكمية اللي عنده المتوفرة ايه. الجزء ده عصاير ومواد غازية، عنده انواع مختلفة من العصاير والمواد الغازية برضو انواع كتير. التخفيضات بتاعتها حلوة قوي، واللبن برضو سعره حلو جدا، عنده تخفيضات واسعار حلوه جدا لمعظم المنتجات الغذائيه اللي احنا كلنا بنستخدمها، من رز، المكرونه، طحينه، لبن، مربى، يعني كل المنتجات اللي بنستخدمها في الشهر. وزي ما قلت لكم مش لازم يكون تاريخ الصلاحيه بتاعتها قربت، ممكن تكون عنده كميات منها او عرض نازل من الشركه للمكان ده، فعنده كل حاجه. يعني انتوا ممكن تروحوا تشتروا منتجات الشهر كله او خزين الشهر زي ما بيقولوا من عنده بنص الثمن اللي هتشتروه من بره. يعني كلوز اب ب5 درهم للعلبة، والسيجنال ب4 درهم تقريبا للعلبة، وده انتاج حديث، يعني مدة الصلاحية لسه قدامها اكتر من سنتين. يعني زي ما قلت لكم ده ممكن يكون عرض نازل من الشركة، مش كل الحاجات او مش كل المنتجات تاريخ الانتهاء بتاعها قرب. وكمان بيعمل تخفيضات على الخضار والفواكه، وكمان المخبوزات، الفرن اللي عنده المخبوزات بتاعته طعمها حلو قوي، واوقات بيعمل تخفيضات على بعض المخبوزات يعني. وكمان عامل تخفيضات على البقوليات زي الفول وذرة الفشار والحمص واللوبيا، منتجات كتير يعني من البقوليات. منزل سعرها حلو قوي. اهم حاجه لما تروحوا المحل ده اعملوا حسابكم انتوا مش هتقعدوا اقل من 3 او 4 ساعات، ومش هتلفوا المحل كله طبعا، لان المنتجات كتيره قوي، المحل كبير قوي، مساحته حلوه، وبيبيع منتجات كتير جدا. اتمنى ان انا اكون فدتكم في الفيديو ده. انا عارفه ان في ناس كتير عارفين اسواق الامارات، لكن الفيديو ده للي ما يعرفش او حتى للناس القديمه يستفادوا بمعلومه. وممكن يكون في ناس ما يعرفوش ان هو بيعمل تخفيضات كل شهر، او التخفيضات على طول موجوده عنده طول الوقت يعني، بس على حسب المنتج. يعني في حاجات ممكن تشوفوها في الفيديو ده لما تروحوا مش تلاقوها تكون خلصت، او نزل منتجات تانية على حسب المتوفر عنده في وقتها. وممكن المنتجات اللي بتكون متوفره عنده الشهر ده مش هتكون موجوده الشهر اللي جاي مثلا، وده كله على حسب الوقت اللي انتوا هتشوفوا فيه الفيديو. لان ممكن حد يتفرج على الفيديو ويعجبه منتج معين او يكون محتاج يشتريه ويروح هناك ما يلاقوهوش، لان الحاجات دي بتخلص. وكمان العروض دي متغيرة من شهر لشهر ومن اسبوع لاسبوع، ممكن كمان من يوم ليوم، لان وانا موجودة في المحل كانت عرض الديتول كان يعتبر خلص من الرفوف اللي تحت، فبدأ العمال يطلعوا وينزلوا العروض اللي هي في الرفوف العالية، وبرضه خلصت. يعني عرض الديتول اعتقد اللي هو مش هتلاقوه لانه خلص، كان عليه سحب كتير جدا. يعني انتوا ممكن تروحوا تلاقوا منتج او اكتر من المنتجات اللي انتوا شفتوها في الفيديو هنا خلصانة، وخصوصا المنتجات اللي عليها سحب كتير زي الديتول، زي الكورن فليكس، زي اللبن. حتى انتوا هتلاحظوا ان الحاجات اللي عليها سحب كتير هتلاقي الرفوف بتاعتها فاضية، في رفوف كتير كده فاضية. اتمنى ان انا اكون فدتكم في الفيديو ده وعرفتوا معلومة جديدة، وهسيبكم بقى تتفرجوا على باقي
الأسعار والعروض. وإلى اللقاء في الفيديو القادم، وباي باي.